اهلا بيكم وفيديو جديد مع عزت زكي والنادي الملكي. النهارده هنتكلم على بعض الاخبار اللي تخص نادي الزمالك وتخص نادي الاهلي. اول خبر عندنا كابتن احمد سليمان لو عضو مجلس اداره نادي الزمالك فرض حظر كامل على الفريق بعد طبعا الفوز بالسوبر الافريقي، ومنع حضور اللاعبين لاي حفلات واي مكالمات تليفونيه واي تصاريح للاعلام عشان يركزوا في مباراه السوبر اللي هي تقام في يوم 20 في الامارات، السوبر المصري. وهيخوض فريق الزمالك الاول لكره القدم مباراتين وديتين للوقوف على حاله الفريق واللياقه البدنيه. طبعا احنا عارفين ان الزمالك دخل له مبلغ كبير من مباراه السوبر الافريقي اللي هو 2 مليون دولار، وان شاء الله الازمات والقيد الناس، لان بعض جمهور الزمالك خايف من اغلاق القيد مره اخرى وما يكملش الزمالك الصفقات بتاعته، فان شاء الله باذن الله الامور هتبقى افضل والزمالك هيقدر يحل ازمه القيد. جوميز وصل للقاهره وقاد التدريبات بنفسه. بعد كده اتكلمنا عن قصه تصريحات القندوسي عن النادي الاهلي. كابتن مجدي عبد الغني في برنامجه اتصل بعلي كرمان اللي هو وكيل اللاعب زين الدين بالعيد، وقال ان اللاعب الاجنبي بيجي معاه وكيل زائد بيبقى فيه وكيل للنادي. قال لك بعد ما اتفقنا على كل حاجه عايزين يمضونا على 2 وكلاء تاني بعقد جديد. فطبعا اللاعب والوكيل رفضوا القصة دي، وقال لك ان مفاوضات اللاعب زين الدين بالعيد كان لها 4 أشهر، ولكن لم يكلل لها النجاح بسبب بعض الظروف الأخرى. عايز أتكلم برضي عن حاجة تانية اللي هي أستاذ ممدوح عباس. هو الراجل مش عضو مجلس إدارة، ولكن أستاذ ممدوح عباس من الشخصيات المهمة واللي معجونة بمية الزمالك وبحب الزمالك. أنا أعرف إن الأستاذ ممدوح عباس دفع من جيبه الخاص ملايين لنادي الزمالك لشراء صفقات ولحل أزمات كثيرة في الزمالك، فمش شرط إن يكون الشخص داخل مجلس الإدارة عشان يخدم الزمالك. فأنا برضي بوجه كلمة لمجلس الإدارة: بلاش اللقطات، بلاش ان كل واحد فيهم عايز ياخد اللقطه، نشتغل مجموعه جروب مع بعض، نشتغلوا وحده واحده. استاذ ممدوح عباس مش داخل المجلس ولكن بيشتغل بقلب من حبه لنادي الزمالك. احنا كجمهور بنحب نادي الزمالك، مش عايزين منه حاجه. ده احنا لو رحنا عند نادي الزمالك مش هيدخلونا، لكن بنحبه عشان هو زينا. هو في سؤال بيتسأل ممكن اساله لنفسي واساله الجماهير، كتير من جماهير الزمالك: هو انت ليه بتحب نادي الزمالك؟ عشان الزمالك شبهنا، شبه 90% من الشعب المصري. حكايته مليانه تعتير، مشاكل، كل ما يقع في مشكله يقوم فيها، يقوم منها حل مجلس ادارات وغرامات وبياخد بطولات وبيعمل انجازات، مع ذلك بيعمل انجازات وبياخد بطولات. هو ده نادي الزمالك. احنا حالنا زي كده، مشاكل وبعض الحاجات بتقابلنا في حياتنا صعبه بنعديها ونقوم منها وواحده كده يعني. فانا بقول ان نادي الزمالك يا جماعه خلوا بالكم منه، نادي الزمالك في عينيكم. وطبعا كابتن حسين لبيب واعضاء مجلس الاداره جو نادي الزمالك في وقت كانت الامور فيه صعبه، فطبعا احنا بندعمهم ومعاهم، وربنا يقويهم على الشغل في نادي الزمالك، لان التركه تقيله. يكفي الغرامات اللي على النادي كل يوم والتاني يقف بسبب غرامات لاعب، بسبب غرامات مدرب، بسبب غرامات مدير كوره، بسبب غرامات مساعد. فاحنا مش عارفين نسد ايه ولا نسد ايه. فيا رب
نكون على قلب رجل واحد، وبلاش بقى ننسى الأيام اللي مرت دي الصعبة. خلينا نتعلم حاجة، حب نادي الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.